اليوم درسنا سهل وبسيط، هو الدرس الثاني بالوحدة الثالثة للصف السابع، جمع الأعداد الصحيحة. خلينا نعمل لكم تذكرة. الأعداد الصحيحة هي مثل ما حكينا عنها بالفيديو الماضي، هي الأعداد الموجبة والسالبة والصفر بس تكون بدون فواصل، مثل الأعداد اللي شايفينها قدامكم هون. عنا فكرة صغيرة قبل ما نبلش بالفكرة الرئيسية بالدرس، هي المعكوس الجمعي. شو هو المعكوس الجمعي؟ طبعا المعكوس الجمعي هو بس الرقم وعكسه، يعني عكس الإشارة. مثلا عنا هون نشوفوا 2 وعنا السالب 2، لازم يكون مجموعهم صفر. ليش؟ لأنه المسافة بين الصفر والاثنين هي نفس المسافة بين الصفر والسالب 2. نفس الشي مع أي رقم، مثلا عندك 4 والسالب 4 عكس الإشارة. انتبهوا، المسافة بين الصفر والأربعة نفس المسافة بين الصفر والسالب 4، ومجموعهم صفر. بس خلوها ببالكم للدروس الجاية. هلأ بنبلش بالفكرة الرئيسية بالدرس، اللي هي جمع الأعداد الصحيحة بنفس الإشارة. انتبهوا، بنفس الإشارة. يعني مثل هون عنا سالب 3 وسالب 2، سالب 27 وسالب 17. فهمتوا علي؟ نفس الإشارة. عنا القانون هو نفس الإشارة ونجمع. كيف يعني؟ خلينا ناخد هذا المثال مثلا. عنا سالب 3 زائد السالب 2. لاحظنا انه نفس الاشارة، صح؟ فبنحط نفس الاشارة وبنجمعهم مثل ما هون مكتوب، نفس الاشارة ونجمع. ف3 زائد 2 5. ناخد واحد تاني، سالب 27 زائد سالب 17. لاحظنا نفس الاشارة اللي هي سالب بنحطها. 27 زائد 17 44. تمام. عنا كمان هون هاد سالب 10 زائد سالب 4. مثل ما اتفقنا لقينا نفس الإشارة هون، فبنستخدم هذا القانون، نفس الإشارة ونجمع. بنحط نفس الإشارة وبنجمعهم جمع عادي. 10 زائد 4 14. سالب 5 والسالب 7. تمام، سالب 5 زائد سالب 7. طبعا نفس الشيء بس عم نكرر مشان تفهموا أكثر. سالب 5 زائد سالب 7 بنحط السالب وبنجمعهم. 7 زائد 5 12. عنا سالب 14 زائد السالب 16، نفس الإشارة ونجمع. احفظوها هي 30. هلأ عنا الفكرة الرئيسية الثانية بالدرس، اللي هي جمع الأعداد الصحيحة بعكس الإشارة. انتبهوا، فوق كانت نفس الإشارة، شوفوا سالب سالب وهون سالب سالب هيك يعني. أما انتبهوا هون جمع الأعداد الصحيحة بعكس الإشارة، يعني هون موجب هون سالب، هون سالب هون موجب، هون موجب هون سالب. فهمتوا علي؟ نأخذ إشارة الأكبر ونطرح. هذا قانون عكس الإشارة. نأخذ إشارة الأكبر ونطرح. كيف يعني؟ يعني هون مثلا 6 زائد السالب 7، مين أكبر، 6 ولا 7؟ صح، 7. نحط إشارتها. تمام. ونطرح 7 ناقص 6 1. هيك بنحلون هدول. عنا هاد واحد تاني مثلا. عنا السالب 15 زائد 19، لقيناهن عكس الإشارة. بنعمل هذا القانون، نأخذ إشارة الأكبر ونطرح. مين الأكبر؟ 19 أكبر، نأخذ إشارتين اللي هي الموجب وبنطرحهم طرح عادي. 19 ناقص 15 يطلع عنا 4. كمان هون مثلا عنا 3 زائد السالب 8، عكس الإشارة. بناخذ الأكبر. مين أكبر، 3 ولا 8؟ 8. فبنحط إشارتها اللي هي السالب وبنطرحهم طرح عادي. 8 ناقص 3 5. وهون هي شو؟ هي نفس الفكرة اللي أخذناها بأول الدرس، اللي هي شو؟ المعكوس الجمعي. هون المعكوس الجمعي. خطي مو كتير حلو بس يلا مو مشكلة. عنا 7 زائد السالب 7. مثل ما حكينا هون في 7 وهون في سالب 7، فهي عكس الإشارة، فبيتكنسلوا مع بعض بيصفى صفر. تمام. هلأ عنا الباقي تمارين. خلينا نحل هاد. عنا 10 زائد السالب 12، هدول عكس الإشارة، فبناخد الأكبر. مين الأكبر؟ 12. شو إشارتها؟ سالب، فبنحط سالب. وال12 ناقص 10 2. هون عنا 3 أرقام. هاد أكتر شي صعب ممكن يجيكم بس كتير سهل، بس زودوا لكم رقم تاني. كيف بنحل؟ أول شي بنشوف مين أكبر. ال15 طبعا، فبنحط إشارتها وبنطرحهم عادي. 15 ناقص 2 13. وهلأ بننزل هاد اللي هو الزائد السالب 2 ومنحله مثل ما حلينا المسائل هيك اللي برقمين بتجي. سالب 13 زائد السالب 2، نفس الإشارة، فمنحط نفس الإشارة ونجمع. 13 زائد 2 15.
هلا عنا سالب 13 زائد ال 18. طبعا عكس الإشارة، فشو بنعمل؟ ناخذ إشارة الأكبر ونطرح. إشارة الأكبر شو؟ موجبة، فبنحط موجب وبنطرح 5. 18 ناقص 13 5. هلا عنا مثل هاد، هو نفسه هاد، بنقول سالب 14 زائد السالب 6 زائد 6. هون فينا نختصر اختصار كتير حلو، نعمل السالب 6 مع الموجب 6 بتروح، لأنه ناتجهم بيكون صفر، وبيصفى عنا بس السالب 14، فبنكتبه سالب 14 مثل ما هو هيك. عنا هي المسألة كمان، شوفوا ركزوا معي، نفس الإشارة سالب وسالب، فشو بنعمل؟ بنقول نفس الإشارة ونجمع 8 زائد 6. عنا هون مسألة كلامية، عنا درجة الحرارة هي سالب 3، تمام، وبعد ساعة انخفضت بمعدل 6. يعني عنا هون درجة الحرارة هي سالب 3، انخفضت بمعدل سالب 6، يعني انخفضت لأنه، فبنحط سالب 6، وبعد ساعتين ارتفعت بمعدل زائد 4، بمعدل 4، فنحن بنكتب زائد 4 لأنه هي شو؟ ارتفعت هون. تمام، اكتب عبارة جمع تصف هذه الحالة. بما أنه قال اكتب عبارة جمع، فنحن حنحط بين كل رقم ورقم زائد. هون ما في داعي نحط زائد لأنه أصلا هي موجبة. ركزوا معي، هون عنا سالب وسالب، شو بنعمل؟ نفس الإشارة ونجمع 9. ليش؟ لأنه 6 زائد 3 9. تمام، هلأ بننزل الأربعة مثل ما هي. تمام، هلأ عنا عكس الإشارة، فشو بنعمل؟ نأخذ إشارة الأكبر ونطرح 9 ناقص 4 5. وهي المسألة هي، ثم أوجد المجموع، وجدنا المجموع ليكو سالب 5، ووضح دلالته. ودلالته هي الحرارة النهائية يلي هي سالب 5 سلسيوس. هون عنا كم مسألة وبنكون خلصنا هذا الدرس. سالب 8 زائد السالب 4 زائد 12. فبناخد أول رقمين، قلنا بنبلش من اليسار لليمين. تمام، فعنا السالب 8 زائد السالب 4، لقينا شو؟ نفس الإشارة ليكن ها، هي السالب 8 وهي السالب 4، نفس الإشارة ولا لا؟ نفسها. فشو بنعمل؟ بنحط نفس الإشارة وبنجمعهم. 8 زائد 4 بيطلع معنا 12، والزائد 12 بننزلها مثل ما هي. شوفوا عنا معكوس جمعي هون، السالب 12 زائد 12 شو قلنا؟ مجموعهم بيكون صفر، لأنه هو نفس الرقم بس عكس الإشارة. عنا هون هي المسألة ما بدها كتير تفكير، عنا هون سالب وهون موجب، ناخد إشارة الأكبر اللي هي 10، شو إشارتها؟ موجب. نأخذ إشارة الأكبر ونطرح 10 ناقص 3 7. وهون عنا السالب 10 زائد السالب 15، نفس الإشارة ولا لا؟ نفسها ليك اهو، هي سالب وهي سالب. تمام، فشو بنعمل؟ نفس الإشارة وبنجمعهم مع بعض. 10 زائد 15 25، سالب 22، وزائد السالب 16 قد ايه حيكون؟ قلنا نفس الإشارة، ليك نفس الإشارة ونجمع، وبنجمع 22 مع 16 بيطلع معنا 38. عنا آخر 3 أسئلة، عنا 21 زائد السالب 24، قلنا بنبلش من اليسار لليمين، فبناخد أول شي هي المسألة هيك لحالها. بنقول 21 زائد السالب 27 قديش؟ نحن شفنا انه هون عنا عكس الاشارات، فبناخد اشارة الاكبر، طبعا ال 24 اكبر من ال 21، فبناخد اشارتها اللي هي سالب، وبنطرحهم من بعض. 24 ناقص 21 بيطلع معنا 3، وبننزل هذا القسم من المسألة هلا زائد السالب 4. قد ايه حيطلع معنا؟ لاحظنا انه هن نفس الاشارة، فبنحط نفس الاشارة ونجمع. 4 زائد 3 7. هون عنا سالب 17 زائد 20، قد ايه حيطلع؟ ناخذ اشارة الاكبر، ال 20 اكبر من ال 17، فبناخذ اشارتها اللي هي موجب. تمام، وبنطرح عادي. 20 ناقص 17 3. وهون عنا بننزل الجزء الاخير من المسألة اللي هو زائد السالب 3. حذروا شو هاد؟ معكوس جمعي، برافو. بنكنسل الثلاثة مع سالب 3 بيطلع معنا جواب صفر. آخر مسألة حناخد مسألة كلامية. المعرفة المالية، تمتلك عائشة 152 درهم. نحط 152 درهم. تمام، وين؟ بالبنك. سحبت منها 20 درهم، يعني السالب 20 سحبت لأنه، ثم أودعت 84، يعني موجب 84. نكتبها بطريقة حلوة، موجب 84. اكتب عبارة جمع تمثل هذه الحالة، يعني بدنا نحط بيناتهم شو؟ جمع.
هون أصلا في جمع مو مشكلة. ثم أوجد المجموع، يعني بدنا نحسبها ووضح دلالته. تمام، بنحل وحدة وحدة. بنحل أول شي هذا القسم اللي بنروح من اليسار لليمين. 152 زائد السالب 20 مين أكبر؟ بما أنه عكس الإشارة قلنا بناخد الأكبر، فالأكبر هو 152، فبناخد إشارتها اللي هي موجب ومننقصهم ناخذ إشارة الأكبر ونطرح. فبنقول 152 ناقص 20 حيطلع معنا الجواب 132. بعدين عنا زائد 84 بنحطها مثل ما هي هلا هون، زائد 84. لقينا نفس الإشارة، هاد جمع عادي نفس الإشارة ونجمع. فبنحط زائد والمية واثنين وثلاثين، بنحط 132 زائد 84. 2 زائد 4 6 8 11 1 1 2 216. طبعا جواب 216. ما خلصنا، كنت عم بمزح معكم، عنا لسه 4 مسائل. يلا مهم، عنا 25 زائد 3 زائد سالب 25. اوتوماتيكيا لقينا 25 وسالب 25 بيروحوا مع بعض بيصفى بس موجب 3. عنا سالب 16 زائد 16 زائد 22. شو لقينا؟ سالب 16 وال16 بنكنسلهم مع بعض هيك بيصفى عنا 22. تمام. عنا هون 7 والسالب 7 بيتكنسلوا مع بعض بيصفى سالب 19 معكوس جمعي. هون نفس الشيء آخر سؤال، 25 والسالب 25 بيروحوا مع بعض لأنه عكس الإشارة بيصفى زائد 3. وهيك بيكون خلص درسنا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله رح أنزل باقي الدروس قريبا اللي هي الوحدة. وإذا عجبكم شرحي لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وشاركوا الفيديو مع زملائكم، ومع السلامة.